مفيش فرق بين الإدمان الرقمي وإدمان المخدرات، يعني الاتنين بيشتركوا في نفس المبدأ اللي هما بيساعدوا على إفراز الدوبامين في المخ. والدوبامين دوت اللي هي بيسموه هرمون السعادة اللي بيتم في نفس الشخص اللي هو بيشرب المخدرات أو بيحس بحاجة بيكون سعيدة فيه. والإدمان هنا إن هو الشخص ما بيعرفش يستغنى نهائيا عن سواء كان المخدرات أو التطبيقات بتاعة التواصل الاجتماعي، بسبب ان هم بيلعبوا على نقطة التحفيز مادة الدوبامين ديت من خلال التمرير بدون نهاية. تفضل تنزل وتطلع من غير ما يكون ليه حد معين، تفضل تتفرج على مقاطع الريلز اللي هي اخطر حاجة في مواقع التواصل الاجتماعي. بتشتت عقلك وبتخليك مش عارف تفكر وبتخلي تركيزك قليل جدا، وبتخليك بقى من سلبياتها بتوصل لدرجة الاكتئاب، وان انت بتكون منعزل عن العالم كله وعن اصحابك وقرايبك. طيب تعمل ايه علشان تخلص من الادمان دوت؟ على فكرة انا كنت واحد مدمن رقمي. فتعمل ايه عشان تخلص من الموضوع دوت؟ اول حاجة طبعا تقرب من ربنا. الحاجة التانية تحاول تقرأ، سواء تقرأ في كتب او قرآن، احنا في رمضان كل سنة وانتم طيبين. او تعمل تقعد مع اصحابك اكتر، تحدد وقت معين لان انت تمسك فيه التليفون بتاعك. وكمان تحاول تشغل مخك شوية، يعني تبعد عن الذكاء الاصطناعي في ان هو يعمل لك كل حاجة، لانه فعلا دوت بيعطل لك مخك. يعني استخدم الذكاء الاصطناعي يعني فترة معينة، مش تفضل تستخدمه على طول. يعني مش كل ما تعوز حاجة تخش على الشات جي بي تي الدبسك، لان البرامج دي من اخطر البرامج في العالم. زي ما بتساعدك بالظبط زي ما تدمر حياتك، يعني هتخليك تغير وعيك. يعني هي بتفضل تشدك كده، شوية تساعدك وشوية تغير وعيك. فخلي بالك وانت بتستخدمها، يعني ما تستخدمهاش كتير، استخدمها في التفاصيل البسيطة اللي هي ممكن تساعدك فيها. لو انت بتحب حد فعلا حاول تبعت له الفيديو دوت، وان شاء الله يحاول ينظم وقته في ان هو يستخدم التليفون.